عامل يبتز طبيب بفيديوهات ليه غير أخلاقية ويتحبس 3 سنين. الطبيب لا، ده العامل. تبدأ القصة منين؟ القصة بدأت لما عامل اشترك مع فتاة وأرسلها لعيادة الطبيب دوت تكشف عنده، وهي بتكشف عنده اتكلمت معاه واتصاحبت عليه في نفس اليوم، واتفقت معاه ان هي هتجيله تاني يوم وهي واحدة صاحبتها لإقامة علاقة غير مشروعة في العيادة بعد مواعيد العمل. وبالفعل راحت هي وصاحبتها وأقامت معاه علاقة غير مشروعة وصوروه فيديو بالتليفون. بعد كده ارسلوا الفيديو دوت للعامل اللي اتفق معاهم او اشترك معاهم، والعامل دوت كلم الطبيب على الواتس وبعت له الفيديو وهدده، قال له لو انت ما بعتليش نص مليون جنيه انا هنشر الفيديو دوت وافضحك. الطبيب اول ما جات له التهديدات ما سكتش، وده اللي احنا بنقول عليه دايما. اول ما جات له التهديدات راح عمل بلاغ فورا وجابوا العامل دوت، والعامل ده اتحل محكمة الجنايات بتهمة الابتزاز والحصول على او للحصول على منفعة مالية، واتحكم عليه بالسجن 3 سنين. وهنا نطلع بدرسين مهمين: اوعى تبتز حد تحت اي ظرف من الظروف. تاني حاجة، مكان اكل العيش للشغل بس مش لحاجة تانية.